السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم مع بعض نعدي حاجز ال10,000 مشاهدة. نصيحة بس للناس، الناس اللي مفعلة خاصية الربح او عدت ال10,000 مشاهدة ومفعلة خاصية الاعلانات على اليوتيوب، بلاش تستخدم البرنامج ده اولا، عشان هيكون سبب ان القناة تتحذف او تتقفل. تاني هام، احنا هنستخدمه مثلا لحد ما نجيب 10,000 مشاهدة لحاجات بسيطة، يعني 9,800 9,700 مشاهدة، وبعد كده مش هنستخدمه. لو عديت ال10,000 مشاهدة وشغلت خاصية الربح من اليوتيوب والإعلانات ابتدت تظهر عندك على الفيديوهات، ممكن يكون البرنامج ده سبب في ان القناة تتحذف او تتقفل. احنا هنستخدمه بس لحد ما نجيب ال9,000 مشاهدة وكسور اللي احنا عايزينهم، وهنقف على كده. عايز انت تستخدمه بعد كده، دي على مسؤوليتك انت، عشان محدش بس يرجع يقول ايه كان السبب في قفل القناة او في حذف القناة. البرنامج هنبتدي في شرحه. البرنامج ده طبعا موقع ادمي فاست. موقع ادمي فاست للناس اللي ما تعرفوش، في ناس بتبيع الخدمات بتاعته على خمسات، بتبيع مثلا 10,000 لايك ب3 دولار، او 10,000 مشاهدة ب3 دولار، او 10,000 متابعة على تويتر برضو ب3 دولار، او 10,000 لايك لصفحتك على الفيس او لأي حاجة. حتى الساوند كلاود والانستجرام، الحاجات دي متاحة كلها في موقع ادمي فاست، ان انت تجيب عليهم متابعين او مشاهدات او لايكات. الخدمة دي بتتباع على خمسات من زمن، والناس اللي هي بتبيع الخدمة دي على خمسات بتستخدم نفس البرنامج اللي انت شايفه قدامك ده، بتلم بيه بوينتات على موقع ادمي فاست وبتبيع، والنقط دي بتتحول للايكات او اعجابات او اشتراكات. بالنقاط دي بيحولها، وعلى ذلك بيبيع لك الخدمة. بيخش على موقع ادمي فاست بيعمل عليه ايميل، بيلم عليه بوينتات، بيحول البوينتات دي ليك او لسيد او لمحمد او لكريم او لاي حد. بيحول البوينتات دي من بوينتات لمشاهدات او لايكات او اشتراكات. اول حاجه، الناس اللي ما تعرفش حاجه عن موقع ادمي فاست تقول لي الكلام ده في الديسكريبشن، في التعليقات، وانا هبتدي بشرح الموقع. هنوقف البرنامج بس عشان نثبت حاجه. البوينتات زي ما انت شايف هنا 2466. هندوس هنا، هنعمل له ايقاف الاول، بعد كده هندوس هنا، بعد كده هندوس هنا، وهندوس خروج. البرنامج ده بقى سايب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن. هنخش على موقع ادمي فاست، هو كده بيمسح الريجستر بتاعه، لازم يتمسح. هنخش على موقع ادمي فاست مع بعضينا كده واحده واحده، هنشوف البوينتات فيها قد ايه، وهنرجع تاني نشغل البرنامج ونشوف البوينتات فيها بقت قد ايه. ده موقع ادمي فاست للناس اللي ما تعرفوش. زي ما انت شايف هنا، ممكن تعمل لايكات للفيس، شير، متابعين، لايكات للصفحة بتاعتك وللجروب لو عايز، وفي تويتر فولو ولايكات. وهنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه، سبسكرايبر منصحكش بيه، اللايكات والمشاهدات، يعني خليك في اللايكات والمشاهدات. سبسكرايبر يعني اللي هيعمل عندك اشتراك، اذا ما كانش هو عايز يعمل اشتراك هيعمل تاني الاشتراك. فخلينا في اللايكات وفي المشاهدات. وهنا هتلاقي بقى كل المواقع اللي انت ممكن تحصل منها على لايكات او كومنتات او اشتراكات او اي حاجة عامة. وفي برضو مشاهدات لو عندك بلوجر، في مشاهدات لبلوجر او زيارات لبلوجر، عفوا. هنطلع فوق. انا لو دوست هنا زي ما انت شايف، اول حاجة دي ممكن ان انا اجيب لايكات او شير او متابعين او لايكات للصفحة. يعني في حاجات كتير قوي في ادمي فاست دي تقدر تعملها. وهنا تويتر واليوتيوب.
قبل ما نتعلم ازاي احنا نحصل على الكلام ده ونجيبه بمشاهدات والكلام ده كله، احنا عايزين الاول نلم بوينتات، وده اللي احنا بنلعب عليه دلوقتي، ان احنا نزود البوينتات دي. زي ما انت شايف كده البوينتات 2499. هنعمل من هنا تسجيل خروج. لازم نعمل تسجيل خروج يا شباب، عشان الموقع فيه روبوتات بتكتشف ان انت داخل بايميل من متصفح. هنعمل من هنا تسجيل خروج وهنقفل دي خالص. البرنامج زي ما انا قلت لكم هبقى سايب الرابط بتاعه في الديسكريبشن. هينزل عندك بالمنظر ده كده مضغوط، هتفكه، هتفتح البرنامج وتقول له تشغيل كمسؤول وتديله يس. هنقفل دي كده، مش عايزينها. في حاجة هنا يا شباب، اول ما تفتح دي مش هنيجي جنب اي حاجة، هنستنى لحد ما البرنامج بقيته يفتح واحدة واحدة كده مع بعضينا. شايف الباور ده؟ هتسيب الباور ده يملى لحد الاخر عشان البرنامج بس يكمل تحميل. خليك فاكر البوينتات 2494. هندوس هنا وهنكتب هنا الايميل بتاع ادمي فاست اللي احنا مشتركين بيه. في نصيحة يا شباب بس تانية، الناس اللي عاملة الايميل على الادمي فاست ما تعملوش بنفس ايميل اللي معمول بالقناة. تعملوا يعني تعمل ادمي فاست، تعمل له ايميل جديد، ما تعملش بنفس الايميل اللي انت عامل بيه القناة. يعني انت مثلا هتجيب مشاهدات للقناة الفلانية، الايميل الجيميل اللي يبقى معمول بها القناة ما تعملوش بيه، ما تعملش على ادمي فاست بنفس الايميل، تعمل ايميل جديد. بعد ما هنكتب الايميل هنا هندوس هنا وهنكتب له الباص وهندوس هنا وهندوس هنا وهنستنى ثواني بس يفتح الايميل. هو كده يعتبر بيفتح الايميل لسه. هنعلم هنا يا شباب وهنحط الايميل تاني وهنكتب هنا برضو الباص وهندوس لوجين مع بعضينا كده واحدة واحدة. جاب لي البوينتات بتاعتي هنا اللي هم 2449. هندوس هنا، هيبتدي هو يلملي بوينتات من تاني، لو صبرنا 5 دقايق كده او دقيقة هنلاقي البوينتات دي بتزيد. انا هسيبه شغال قدامك يلم بوينتات شوية وهنرجع نكمل بقية الشرح ونشوف البوينتات دي فعلا وصلتني على موقع ادمي فاست ولا ببرنامج وهمي. ونصيحة كمل الفيديو لحد الاخر عشان لو ظهرت اي مشكلة في البرنامج وهو شغال هنحلها مع بعض. هسيب البرنامج شغال يجيب بوينتات وشوية وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده يا شباب البرنامج لملي بوينتات. البوينتات دي لو دخلنا على موقع ادمي فاست دلوقتي هنلاقيها. البوينتات دي بقى انت تحولها مشاهدات، تلم بوينتات على قد ما تقدر وتحولها مشاهدات او لايكات.
مشاهدات او لايكات. اشتراكات بلاش يا شباب، اشتراكات بلاش، يعني اللي هيلم بيها اشتراكات بلاش يلم بيها اشتراكات. هنوقف البرنامج. عشان توقفه هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. هندوس هنا الاول وبعد كده هندوس هنا. هو البرنامج لغته كده ساعات بتقلب غريبة. بعد كده هندوس هنا وندوس هنا. بوينتات اتحولت اهي يا شباب زي ما شفتها في البرنامج. هتلاقي هنا هتلموا بوينتات على قد ما تقدر وهتحولها مشاهدات. الناس اللي مش عارفة ازاي هتحول البوينتات دي مشاهدات تقول لي تحت في التعليقات، وانا هعمل شرح كامل لموقع ادم فاست من اول ما تعمل عليه الاكونت لحد ما تجيب ال10,000 مشاهدة. واتمنى الناس اللي اول مرة تشوف الفيديو تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وشير لو حسيت ان ممكن يفيد حد الفيديو ده في حاجة، او لو عندك حد صاحبك عنده قناة على اليوتيوب ومش عارف يجيب ال10,000 مشاهدة. واتمنى يكون الشرح فاد ناس ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش برضو دوس ديسلايك. انا معاك في تلك الحالات، وقول ايه اللي ما عجبكش في الفيديو احاول اطوره. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.